بسم الله الرحمن الرحيم. ده زملكاوي في التالتة يمين وانا محمد خميس. اولا وقبل كل شيء انا راجل زملكاوي اهوت وبقول مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور كبير ومفيش حد يقدر ينكر ده. مبروك للناس المحترمين، مبروك للناس المحترمين. وهارد لك برضو للزملكاوية المحترمين. طيب انا دلوقتي خصيت بالذكر المحترمين فقط من جمهور الفريقين، لان المحترمين دول اللي هم ايه؟ المحترمين من جمهور الزمالك اللي هم لما الاهلي كسب قالوا مبروك وسكتوا، والمحترمين من جمهور الاهلي اللي لما الزمالك خسر قالوا هارد لك وسكتوا. طيب دول الناس المحترمين. طب في ناس تانيين محترمين نص نص، اللي هم ايه؟ زاطوا بس في الحناية، اللي هو ايه؟ قعدوا يشيروا بقى الاجوان وبتاع وفرحانين دول مش دول برضو محترمين، بس في ناس كده زودوها سنة غلاسة، بس على بروفايلاتهم هم وبتاع، ومن غير شتيمة ومن غير قلة أدب ومن غير تجاوز، برضو دول بنقول لهم مبروك. وفي ناس تانيين من الزملكاويه برضو عندهم برضو مشكلة، اللي هو اتظلمنا وفي بينالتي لا مفيش بينالتي، مفيش بينالتي. أنا بقول بالأمانة مفيش بينالتي، والحكم كان كويس جدا. ما رجعش للفار في حاجات، بس حاجات كانت باينة يا جماعة. هو كان قريب، يعني اصل الموضوع كان ايد على كتف مش رجل في رجل مثلا فيرجع للفار يشوف. هي ايدين على الكتف، فهو شايف مين ايده طلعت على كتف مين الاول. فدي بمنتهى الامانه كانت فاول على اشرف بن شرقي، مش هنكر. فنقول اتظلمنا ومش اتظلمنا والتانيين يردوا مش عارف ايه. ده بقى هنا بدأنا نخش في الجدل وبدأنا نخش في الهبل. غير كده بقى بعض الناس التانيين دول اللي مش هذكرهم اصلا، اللي هم الزملكاويه اللي شتموا الاهلي وجمهوره وقالوا ما طول عمره مش عارف ايه، وطول عمره ننوس ماما ومش ننوس ماما والكلام الفارغ ده. والتانيين اللي ردوا بقله الادب، او بداوا هم حتى بقله الادب وبداوا بالكلام والتطاول الغير مبرر. الغير مبرر تمام. والتطاول الغير مبرر ما بيدلش غير على نقص. طيب تعالوا يا جماعه نشوف كده الموضوع فين. موضوع التطاول وقله الادب ملوش علاقه بنت اهلاوي ولا زملكاوي، والله العظيم، لان انا شفت الموضوع فعلا من الطرفين. الموضوع ليه علاقه بانت متربي في بيت عامل ازاي. هل اللي ربوك عرفوا يخلوك راجل محترم مفيد للمجتمع، ولا طلعوك انسان قليل الادب وغير صالح للعيشه الا في وسط بيئه فاسده؟ معلش انت ليه مثلا يبقى عندك مامتك واختك وبنت عمك وبنت خالك ومش عارف ايه على الفيسبوك وتشير اسوأ واوسخ الكلام؟ ليه يعني؟ ولما يشوفوك هل ده بيبقى طبيعي؟ يعني هل ده بيبقى طبيعي؟ ده غير بقى الناس التانيين دول بقى، معلش اللي انا بقول عليهم ايه؟ النسونة. النسونة اللي هي ايه؟ اللي هو يا عم طب انت بتشير حاجة على صفحتك وبتاع، اوكي انت حر، انما يخشوا للناس بقى ايه؟ يشيروا لهم بوستات على صفحاتهم، ويخشوا لهم على الفيسبوك ويخشوا لهم على الواتساب وعلى الماسنجر بالليل. هو في ايه؟ هو في ايه؟ يا عم افرح على بيج، افرح على البروفايل بتاعك، افرح وشير الاهداف واعمل وخلي وسوي، عادي جدا وبيس جدا. لكن انا اتفاجئ مثلا، انا راجل بعمل فيديوهات بدعم النادي بتاعي، بدعم نادي الزمالك، هوب بقيت بزيط، مع اني والله العظيم عمري ما زدت، يعني عمري ما غلطت في الاهلي باي شكل من الاشكال. ولمجرد اني بدافع عن الزمالك وكل واحد شايف النادي احسن، ان انا بقول ان انا النادي بتاعي احسن نادي في الدنيا، زي ما الاهلاوي من حقه نقول النادي بتاعه احسن نادي في الدنيا، زي ما اللي بيشجع الاتحاد شايفه احسن نادي في الدنيا، عادي يا جماعه. اتفاجئ بان في ناس بيحولوا لده ان ده زيطه عشان يدوا نفسهم فرصه للنسونه. لا يعني هو الموضوع صدقني مش من عندي او مش من عند اللي بيتكلم باحترام، هو الموضوع عند المنسون الصغير اللي جواك، اللي بيديك فرصة انك يعني توجد لنفسك المبرر انك تطلع النسوانة دي. ومش بتكلم برضو على جمهور الاهلي فقط، انا بتكلم عن ناحيتين. ناحيه الزمالك يقول لك لينا بينالتي وبنلاعب مش عارف مين ومين 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 ومين، هو ملوش علاقه. هو جمهور الاهلي كجمهور ملوش علاقه.
طب احنا بنلعب مش عارف، وعندنا مشاكل في الاداره. المشاكل اللي في الاداره ديت، عايز اسالكوا سؤال بمنتهى الامانه وخلينا واقعيين ومنصفين. مرتضى منصور انا كتير دعمته والله العظيم وبحبه وما عنديش معاه اي مشكله، عشان بس الناس تعرف. بس احنا يعني في الورطه الهزه الاداريه دي بسبب مرتضى منصور. هقول لكم ليه. انا معاه جدا في القضايا اللي بيطرحها ويدافع فيها عن حقوق نادي الزمالك، ولكن الدفاع عن الحقوق اقف ودافع وافضل قول وافضل عيد وزيد واعمل اللي انت عايزه، لكن بدون اساءه، بدون شتيمه. اديك النهارده هو لا قادر تشتم ولا قادر حتى تتكلم، يعني حتى الكلام مش قادر تتكلمه. طب ليه؟ طب هل انت لو كنت دافعت عن حقوق الزمالك ووقفت في كل حاجه من دول راجل واسد من غير ما تشتم، كان زمانك النهارده في اللي انت فيه دوت؟ كان زمان الازمه اللي حاصله عندنا ديت، الهزه الاداريه ديت موجوده؟ ثانيا، هو اولا واخيرا ماتش كوره، واتفاجئنا ان احنا عندنا 3 لعيبه اساسيين. يعني انا مثلا بالنسبه لي عدم وجود عبد الله جمعه يتسبب في الهدف الاول، لان اسلام جابر كان نازل مرعوب ومش مركزه ومش حافظه قوي، وحصلت من ناحيته الهجمه بتاعت حسين الشحات اللي كانت خطر جدا وشالها ابو جبل وطلعت كورنر، واتلعب الكورنر اتحطت فينا جون نتيجه تمركز سيء وبتاع في اول المباراه. فعلا اسلام جابر اول 10 دقائق ربع ساعه ما كانش شايف قدامه. طيب بعد كده شيكابالا راح جاب هدف مارادوني. بعد كده بمنتهى الامانه الجون الثاني اللي جابه الاهلي غلطتنا احنا برضو. انت في الدقيقه 86 مفيش مدافع دولي زي محمود علاء يطلع الكره بالهيد من قلب ال 18 فيطلعها في عمق الملعب كده. انت بتطلع الكره لوحدك، لا حد ضاغط عليك ولا انت عندك مشكله. الكور اللي زي دي يا حبيب قلبي بتطلع على الجنب، اوكي، لكن مش بتطلع في عمق الملعب كده. واشرف بن شرقي ساعتها بمنتهى الامانه بيضغط بمنتهى التناكه. يعني انت المفروض تروح على الكره زي دي في وقت زي ده منتهى القلب تشلطها في نص الملعب ايا كان. وحصل انك لعبت ماتش هايل جدا 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 وخسرت، وعادي. احنا في ماتش السوبر والكلام دوت قلناه بمنتهى الامانه، الاهلي بدا احسن كتير 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 كتير، ولولا ان الماتش راح لضربات الجزاء ما كناش كسبنا. الماتش اللي فات، لا انا ضد الاهلاويه اللي بيقول لك احنا لعبنا وانتوا كسبتوا. الماتش اللي في الدوري الزمالك لعب وكسب، بغض النظر عن ان الاستحواذ كان مع الاهلي، بس الاستحواذ مش معناه لعب كويس، الاستحواذ مش معناه ايجابيه. الاهلي ما كانش ايجابي في الماتش اللي فات، واليو بادجي ضيع حاجات ما كانش المفروض يضيعها وما كانش في مستواه، والزمالك نزل عمل شوط تاني عالمي وكسب. كان بيلعب تكتيكيا واللعيبه كانت فايقه، كانوا بيروحوا بالواحده يحطوها جول. لكن الماتش بتاع امبارح انتوا الفرقتين، يعني انا ضد برضو الناس الزملكاويه اللي بيصدروا ان احنا كنا مقطعين الاهلي، لان ده ما حصلش. ده انت فرقتين كبار بيلعبوا بعض في نهائي افريقيا، فالطبيعي ان مفيش حاجه اسمها فرقه مقطعه فرقه. الطبيعي انت لما تشوف الاحصائيات كلها قريبه من بعض جدا. الاستحواذ انت مستحوذ 51 49، يعني فرق 2%. ده ما اسموش فرق استحواذ عظيم. احنا ايه اللي كان محسسنا ان الزمالك حلو قوي كده حلو قوي بالشكل ده؟ ان نص الملعب بتاعك كسب نص الملعب بتاعهم شويه. نص الملعب بتاعهم كان فيه 2 لعيبه، الاثنين لعيبه رقم 8 بسبب غياب اليو ديانج. انت عندك كان نص الملعب فيه لعيب رقم 6 ولاعيب رقم 8، فكان عندك التنوع المطلوب لنص الملعب، ونص الملعب هو اللي بيبين ان شكل الفرقه حلو بمنتهى الامانه. واحمد سيد زيزو كان فايق قوي. طيب احنا ايه اللي حصل؟ نقطه التحول امتى؟ نقطه التحول كانت خروج شيكابالا، لان الاهلي بمنتهى الامانه مفتاح لعبه علي معلول. شيكابالا كان عامل ازعاج رخم قوي مع زيزو لان شيكابالا كان دايما بيروح يميل على اليمين بيعمل جبهه مع زيزو، فوقف علي معلول شويه طول الفتره اللي كان فيها موجود في الملعب، وقف علي معلول ورا شويه. اول ما طلع شيكابالا علي معلول خد راحته شويتين 3. واحنا كنا كويسين قوي الشوط الاول من بعد جون الاهلي، انما الشوط الثاني انت رحت شويه وهم راحوا شويه، انت رحت شويه، هم ليهم كره في العارضه من قبل الكره بتاعتنا، واحنا لينا كره في العارضه بعد كده بتاعت زيزو، كورتين كان شكلهم حلو قوي. عادي. الزمالك اي نعم الفرق في الاحصائيات في الاستاتستكس يعني في بعض الحاجات اعلى فيها، بس حاجات نسب طفيفه
ما تقولش برضو ان انت استحوذت في نص ملعبك كان كويس، استحوذت في نص الملعب كويس ونقلت الكرة كويس وكان شكلك حلو، بس الاحصائيات الارقام مش بعيدة. فكان عادي ان الاهلي يكسب، كان عادي، وارد يعني وارد، زي ما كان وارد قوي ان انت تكسب، ولو كنت كسبت كنت فرحت. بس يا جماعة نصيحة، لما نزعل ما نزعلش الزعل اللي يخلينا نشتم اللي كسب، ولما نفرح ما نفرحش الفرحة اللي تخلينا منظرنا سيء ووحش. ازعل وافرح بأدب. ثالثا عن موضوع شيكابالا، احب بس اقول لكم حاجة يا جماعة، احنا كزملكاوية الموضوع بالنسبة لنا موضوع على فكرة انا بتكلم بأدب جدا، احتراما للطرفين، والله العظيم احتراما للطرفين، عشان في بعض الناس فعلا من امبارح يا جماعة في كمية نسوانة رهيبة. لو انت مش عاجبك الكلام ده، لان الكلام اللي انا بقوله ده معتدل جدا، لو مش عاجبك اعرف ان المنسون الصغير اللي جواك عنده مشكلة، انما لو عاجبك تبقى انت راجل سوي متزن. اوكي. شيكابالا بني ادم زي اي بني ادم، ممكن يخطأ. طب انا عايز اسألك سؤال، النهاردة انا لقيت ناس داخلة كاتبين ان النهارده عيد ميلاد مصطفى محمد رقم 23، الناس داخله كاتبه كلام سيء جدا عن مصطفى محمد. طب قول لي مصطفى محمد ده عمل لك ايه؟ مصطفى محمد ده فروة منتخب مصر يا جماعه، مصطفى محمد فروة منتخب مصر. هو احنا طيب دلوقتي مثلا لما عمرو السوليه احسن لعيب في الاهلي هنشتم عمرو السوليه ليه؟ ما هو ما عملناش حاجه زي ما مصطفى محمد ما عملكش حاجه. مشكلتك الازليه مع شيكابالا انك كنت بتشتم شيكابالا وبتتهمه بالعنصريه وهو بيرفع لك الجزمه. قله ادب من الجمهور اللي شتمه، وقله ادب من رد فعله، الاتنين قله ادب. ما تقدرش تقول هو قليل ادب لوحده، وما تقدرش تقول الجمهور اللي شتمه قليل ادب لوحده. ما هو اللي بدأ بقله الادب قليل ادب، واللي رد بقله الادب قليل ادب. يوم ماتش السوبر الراجل خرج عن شعوره، قله ادب اتردد بقله ادب، بمنتهى الامان، قله ادب اتردد بقله ادب. المشكله بس يا جماعه ان حط نفسك مكان شيكابالا. هل لو انت بتتسبب في عرضك، امك المتوفيه بتتشتم، مراتك بتتسبب في عرضها والعياذ بالله يعني، وده اسمه قذف محصنات، وابنك بيتشكك في نسبه، ايا كان بقى انت مين وعملت ايه، هتعمل ايه في اللي عمل فيك كده؟ هتعمل فيه ايه؟ طيب بلاش. هل لما انت برضو حط نفسك مكانه، هو امه متوفيه، انت لو امك ربنا يديها الصحه عايشه، هل لو امك صحت كل يوم لقيت مكتوب على الانترنت عن ابنها اللي لسه في الثلاثينات من عمره انه ميت، مراتك فتحت النت لقيت بيتكتب على جوزها انه ميت، ابنك يطلع عن مش عارف ايه انه ميت ليه ميت؟ الراجل لعب امبارح وكان مأدي احسن ماتشاته. احنا امبارح ما بدأناش نفقد قوتنا في الملعب لما طلع وحط هدف كان حلو جدا، والكثير من الاهلاويه المتزنين قالوا ان هدف شيكابالا ده احسن هدف في البطوله، هدف جميل جدا. وانا بقول ان هدف قفشه كمان، الجون بتاع قفشه كان حلو قوي، يعني استغل مهاره فرديه، وانا دي اللي انا حذرت منها قبل الماتش بيوم، ان قفشه بيعمل دي، يعني هو بيضغط في العمق في الحته دي ويستغل خطأ دفاعي ويروح يحط جون. بس فعلا هدف شيكابالا بينم عن مهاره فرديه فذه، وراجل عنده 35 سنه وانت بتقول عليه ميت. حرام عليك، اتق الله. مفيش حد يستحمل كل هذا الكم من الضغط، خصوصا ان عنده اهل وعنده زوجه وعنده طفل وبتاع، ما ينفعش. لو انت حطيت نفسك مكانه هتقول لي ما هو عمل وخلى وسوى، انت كده بتوجد لنفسك مبرر لقله الادب، ما هو عمل، طب ما انا اعمل، طب ما انا اعمل، طب ما هو يعمل. زي ما انا برضو لما يطلع يشتم، والنهارده الصوره اللي منزلها دي ما اقدرش اوجد له مبرر لقله الادب ليه، ان امبارح برضو قعدوا يقولوا عليه ميت وبتاع، برضو خلاص اسكت يا عم، انت اثبتت انك مش ميت، عملت جون ولا اروع، اسكت خلاص. فعيب، نتقي الله. النهارده شفت حاجه حلوه جدا من الشيخ عبد الله رشدي، بيقول ان اللي بيحصل ده من اتهام يعني سباب في اللون وعنصريه وبتاع، عيب. اتقوا الله. مش ماتش كوره اللي هيخلينا، او كوره اللي احنا بنشجع ونحب انديتنا ونعمل ونخلي، لكن ما ينفعش الكوره تخلينا نغضب ربنا بدم بارد، يعني نغضب ربنا
بدم بارد ونغضب ربنا ونقول مصل فلان عمل وفلان خلى، فوجد لنفسي مبرر لان اغضب ربنا. والله العظيم ديت فعلا في حاجة انا مش فاهمها. احنا وصلنا لمرحلة من انعدام الضمير. فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. تمام. ده ماتش كورة اولا واخيرا. مبروك للفايز والله، هنيئا هنيئا. وهارد لك للخسران، برضو خرج راسه مرفوعة وأدى ماتش مشرف. وأولا وأخيرا أنا شايفه كان ممكن يبقى مباراة، كانت ممكن تبقى مباراة مشرفة جدا للكرة المصرية، لولا اللي حصل بعدها إن احنا فعلا بقينا عندنا قدر من السفالة وقلة الأدب والوضاعة. مش كلنا طبعا، في ناس كتير جدا محترمة، لكن في ناس ما بينموش أو ما بيدلوش على أخلاقيات كيان الفريقين، بيدلوا على اخلاقيات بيوتهم اللي هم طلعوا منها، ان هم اتربوا في بيئة وضيعة. البني ادم اللي بيتصرف تصرفات وضيعة او بيتصرف بنقص او سوري يعني في الكلمة نسونة، ده بني ادم اتربى في بيئة وضيعة او ما ترباش اصلا. تمام. ايا كان، بوجه الكلام ده لجمهور الفريقين عشان ما حدش يفتكر ان انا متعصب، وما حدش يفتكر ان انا بتكلم عن جمهور دون غيره. خلوا الموضوع في نطاق كرة القدم. كانت مباراة جميلة، كلنا استمتعنا بالكرة اللي اتلعبت فيها. تمام. وقدر الله ما شاء فعل. وانا بشكر فرقة الزمالك جدا كراجل زملكاوي انهم ادوا المباراة الهائلة دي في ظل الغيابات المؤثرة. 3 لعيبة اساسيين مش شوية برضو، والحمد لله رب العالمين وقدر الله وما شاء فعل. انا كنت شايف ان غياب اكتر من ربع الفرقه، اصل ال3 لعيبه يعني ال 12 ربعهم 3، فانت 11 بس، فغياب منك 3 يعني اكتر من ربع. فغياب اكتر من ربع الفرقه ده كان ممكن والعياذ بالله لو انت فريق ضعيف يتسبب في كارثه، يتسبب انك تتغلب 3-4. لكن الحمد لله انت فريق كويس وعملت شغل كويس وقدر الله ما شاء فعل. اولا واخيرا دي كوره، والكوره يوم ليك ويوم عليك، ما ينفعش تبقى كله 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 ليك او كله 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 عليك. والناس اللي هتقول غير كده، عارف ان في ناس هتخش تستظرف وبتاع، مش هشوف كومنتاتك اصلا، انت مش موجود بالنسبه لي. اللي بيخش يستظرف ويقل في ادبه ده وبتاع، انت مش موجود. ده بيدل عن وضاعه البيئه اللي انت اتربيت فيها. شكرا جزيلا، مع السلامه.